لو مش متابع، مؤتمر شاومي لسه خلصان في مصر من كام يوم، واعلنوا عن التليفون الجديد شاومي 13 تي. ولكن هو مش ده بس اللي نزل كمان ال 13 تي برو معاه. بس في مصر وفي التوكيل هيتوفر ال 13 تي، ولكن ال 13 تي برو في محلات كتير هتنزله الفترة دي في مصر عادي جدا. فتعالى نعمل كده مقارنة سريعة بين الموبايلين دول ونشوف ايه الفروقات ما بينهم، ايه المميزات، ايه العيوب اللي فيهم او في فئة تي عامة دي، ونحكم بنفسنا. بس قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل متابعة واشتراك عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وتكون متابع كل حاجة اول باول. ونيجي لاكتر حاجة بتميز الجهازين دول، وهي الشاشة بتاعتهم. الشاشة بتاعتهم واحدة، ما فيش اي اختلاف في التليفونين، سواء هجيب التي او سواء هجيب التي برو، فهتلاقيهم الاتنين زي بعض بالظبط. فالشاشتين بيرو من نوع اموليد بمقاس 66 انش، وسط مش كبير ومش صغير، الحاجة المعتادة يعني. وبيرو بدقة 1.5 جيجا المعتادة برضو الفترة دي، اللي بقت منتشرة في اغلب التليفونات. وبيرو بتردد 144 هرتز ومتكيف، فده جميل قوي، ده جامد قوي قوي، اللي هو اعلى حاجة ممكن تلاقيها حاليا، مفيش اعلى من كده. زائد كمان مع موضوع ان هو متكيف، فده بيخليه يحافظ اكتر على البطارية، ما تستهلكش كتير قوي. انت تخيل معايا لو تليفون زي ده ب 144 هرتز ومش متكيف، التليفون هتلاقيه بيخلص، ما بيكملش منك كام ساعة وهوب خلاص انا خلصت. لكن ده مع متكيف فبيقعد فترة كبيرة اكتر، لان التردد بتاعه بيقل وبيزيد حسب استخدامك او حسب استهلاكك اليومي. وعشان الشاشة تكون الوانها جميلة كده زي ما هتشوفها في التليفون، فهي مدعومة بدولبي فيجن، وكمان بيجي ب 2600 نتس، يعني عدد شمعات كبير بطريقة مش طبيعية. يعني الايفون لما نزلوا 2000 نتس قلنا ده رقم كبير قوي، لكن دول نزلوا لك 2600 نتس، يعني تقريبا انت معاك كشاف، انت مش تليفون ولا شاشة، انت معاك كشاف ينور لك الشارع حواليك. فمش محتاج بقى ان اقول لك ان الاضاءة عالية وتكون مناسبة في الشارع والكلام ده، لا، هو الرقم كفاية قوي. الجميل في الموبايل ده ان بيجي بمقاومة ميه اي بي 68، ودي نادرة لما بتشوفها في التليفونات في السعر بتاعه عامة. ده جامد جدا، انت تقدر تصور في المية، تقدر تنزل في المية تصور عادي جدا. لو زهقان وعايز تغسله بالمية اغسله عادي، بس طبعا يعني ما تفضلش رميه في المية. مع كمان ان الجسم بتاعه والهيكل بتاعه كويس، يستحمل معاك. فالظهر بتاعه من الازاز والفريم الجانبي من المعدن، فده مش بيتخدش، يعني ما يحصلوش حاجة ولا يتخدش ولا بتاع. او لو انت من الناس اللي بتحب تمسك التليفون من غير جراب فما تقلقش يعني. كمان الشاشة بتدعم البصمة اللي هي في الشاشة المعتادة سريعة، مش هقولك انها بطيئة ولا كده، لا، دلوقتي الشركات بقت بتهتم بالبصمة تخليها سريعة جدا، بتفتح على طول، ميبقاش فيه مشكلة تعلق مش عارف ايه، اصلا الأداء بتعرق الكلام ده. لا، في حاجة مهمة اغلب الشركات مش بتهتم بيها، وهي سائل التبريد الفيبر شامبر. ده حرفيا مهم جدا في تبريد التليفون عشان يخليه يبقى هادي. لو انت بتلعب العاب تقيلة او بتعمل مونتاج او العاب حرب، الحاجات دي حرفيا بتخلي التليفون سخان في ايدك. فمع الفيبر شامبر ده بيحاول يقلل نسبة حرارة كبيرة من التليفون، فيبقى استخدامه اللي هو العادي، ما يسخنش جامد، فالشاشة مثلا يحصل فيها مشكلة، فالبطارية تبوظ، الحاجات المعتادة دي. وزي ما اتفقنا فاحنا لازم نختلف، مش هنفضل متفقين دايما. فالبروسيسور في كل واحد فيهم مختلف تماما. فعندك ال 13 تي بينزل بدايمنسي 8200 الترا، ولكن ال 13 تي برو بينزل بدايمنسي 9200 بلس. بصراحة الاتنين كويسين واقوياء جدا ومميزين في الاداء بتاعهم، يعني مش هتواجه اي مشكلة سواء استخدمت ده او سواء استخدمت ده. كمان الدايمنسي 9200 بلس ده تقريبا مواجه اساسي للسناب دراجون 8 جين 2 والبروسيسور الجديد الاي 17 برو بتاع الابل. دول بينافسوا على الفلاج شيب، يعني ما تتوقعش ان تلاقي منهم اداء وحش او حاجه ضعيفه او تجربه سيئه او كده، لا. ونيجي لتاني نقطه اختلاف، وهي الرامات. فرامات ال 13 تي بتنزل ب 8 و12 من نوع ال بي دي دي ار 5، ولكن ال 13 تي برو بيعلي من الاداء قوي، حب يعلي على اخوه اكتر فنزل ب 12 و16 ومن نوع ال بي دي دي ار 5 اكس الجديد بقى تماما. حتى مساحات التخزين برضو بيعلوا على بعض، يعني عندك ال 13 تي بينزل ب 256 من نوع يو اف اس 3.1 اللي هو بتاع السنه اللي فاتت. ال 13 تي برو بينزل ب 256 512 1024 من نوع يو اف اس 4، يعني بتاع السنه دي. فكله تحس ده بتاع السنه اللي فاتت وتحس ده بتاع السنه دي. بصراحه الاتنين جامدين جدا. نيجي لنقطه اتفاق بينهم، ان هما بيجوا باندرويد 13 وقابلين لتحديث اندرويد 14. حتى البطاريه هي 5000 في الاتنين زي بعض، الاختلاف في الشاحن. يعني شاحن 13 تي 67 واط، ولكن شاحن ال 13 تي برو 120 واط، تقريبا فرق النص. يعني ده تقريبا بيشحن في 45 دقيقه، التاني ممكن يشحن في 25 دقيقه 26 دقيقه في المتوسط ده. ونيجي لنقطه الكاميرات اللي فيها تشابهات
اختلافات ما بينهم. فنيجي للتشابه ان الاتنين بيدوا مثبت بصري كويس جدا، وانت قادر بتتهزق او كده يبقى ثابت قوي معاك ما فيهوش اي مشكله. كمان الاتنين بيدعموا 2 ارس اوبتيكال زوم. ونيجي لنقطه الاختلاف اللي بين الاتنين هيكون في تصوير الفيديو. فعندك ال 13 تي ما بيصورش 8K، ولكن ال 13 تي برو بيصور 8K 24 فريم. كمان الاختلاف هيكون في ال 4K، فال 13 تي بيصور 4K 30 فريم فقط، 13 تي برو بيصور 4K 60 فريم، ده كويس قوي. والاتنين بيصوروا 1080 60 فريم، بيصوروا سلو موشن 960 فريم، فكويس عامه يعني. تصوير الكاميرا بتاعتهم كويس، مش هتلاقي فيه مشكله. ونيجي لنقطه التشابه اللي بين التليفونين، فهي في الكاميرات. فبيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل ده وده، بيجي بكاميرا تيليفوتو 50 ميجا بكسل ده وده، بيجي بكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل ده وده، مفيش اختلاف خالص. وتاني تشابه معانا في الكاميرا الاماميه 20 ميجا بكسل في الاثنين، وبيصوروا زي بعض 1080 30 فريم. اكتر حاجه ضايقتني ان هو 30 فريم بس. طب ليه ما تخليهوش 4K مثلا 30 فريم؟ بما انه ده المفروض جهاز فلاج شيب فخليه لي 4K على الاقل. حسسني ان هو فلاج شيب، ما اديني كل المميزات، ما تدينيش حاجه واحده وتسيب لي الباقي. ونيجي لنقطه اختلاف كمان، فهي في الواي فاي. فال 13 تي العادي بيجي واي فاي 6، ال 13 تي برو بيجي واي فاي 7 الجديد. بس الاثنين متشابهين زي بعض في البلوتوث 5 و4، بيدعموا NFC، بيدعموا انفراريد اللي هو بتاع الاشعه تحت الحمراء الريموت وكده. الاثنين بيدعموا نانو سيم، مدعوم بال 5G كل تليفون فيهم، ولكن بيدعموا برضو اي سيم. فخلي بالك لو بلدر بتدعم الاي سيم ولا لا. ما بتدعمش الاي سيم يبقى تجيب تليفون بنانو سيم. لو بتدعم الاي سيم فهات الاي سيم عادي جدا، ما عندكش مشكله. كمان نقطه الصوت في التليفونين فهي حلوه جدا. الصوت بتاعهم حلو قوي، هو ستيريو ودولبي اتموس، ونقاء الصوت وجودته حلوه جدا بصراحه، هتعجبك. بس يا سيدي ودي تفاصيل كاملة عن التليفونين دول، مقارنة ما بين مميزاتهم وعيوبهم، كل حاجة فيهم حلوة وحشة. قلت كل حاجة تقريبا بالتفصيل، مفيش حاجة سبتها. لو في برضو حاجة أنا ما قلتهاش برضو قول لي إيه هي. لو في ميزة عيب أنا ما قلتوش برضو عرفني. قول لي برضو إيه المميزات اللي عجبتك، إيه العيوب اللي مضايقاك في التليفون ده. هل أنت جربت التليفون ده؟ طب قول لي مثلا إيه رأيك في تصوير الكاميرات، الفيديو، ابعت لي صور فيديوهات نشوف برضو ونحكم بنفسنا. شاركني برضو في التليفون ده، قول لي فيه إيه مثلا زيادة، ممكن يكون في ميزات من جوه في السوفت وير مثلا ضافوها جديد، الحاجات دي كلها. طبعا لو محتاج تسألني في أي حاجة في أي وقت اسألني طبعا، مفيش أي مشكلة. ولو محتاج إن أنا أصور لك فيديو عن حاجة معينة هصوره عادي جدا. ولو محتاج طبعا تعرف إمكانيات التليفون ده كويس وحش ابعتلي برضه هرد عليك. عايز تشتري تليفون ومحتار ابعتلي برضه. ولو عايز تعمل مقارنة بين تليفونين برضه قولي وهنعمل مقارنة إن شاء الله في أقرب وقت. متنساش طبعا المتابعة ال4 منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، كل واحدة فيهم بينزل عليها حاجة مختلفة وهتستفاد جدا ان شاء الله. لو في اي حاجة حابب ان انا اعدل منها قول لي برضو كنصيحة. قول لي ايه مثلا محتاج يتعدل عندي، في مشكلة عندي محتاجة تتعدل، الحاجات دي كلها برضو شاركني معاك. بس واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.